السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا النبي عليه السلام. الا بذكر الله اطمئن القلوب. عملنا بقى البرجر الاقتصادي اللي زي بتاع الشركات، زي بتاع بره. بصوا ما شاء الله عامل ازاي اهو، سخن طبعا. بصوا الجوس ازاي، بصوا قلبه من جوه اهو، والحجم بتاعه ما شاء الله عامل ازاي اهو، سخن سخن جدا اهو، مكشش كتير ونفس الطعم. عايزه اقول طعمه جميل. يلا بينا نشوف الفيديو. يا ريت لو عجبك الوصفه ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. معايا هنا 300 جرام من اللحمه ويكون فيها نسبه كده من الدسم. ومعايا هنا دي كوبايه كده من الفول الصويا، غسلتها وصفيتها كويس قوي من الميه، ما تخليش فيها ميه ولا سوائل. تمام. معايا بقى التوابل بتاعتي اللي هستخدمها. معلقه كبيره من بهارات البرجر كانت عندي، نص معلقه من الملح، نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من الكزبره، ربع معلقه كده من الفلفل الاسود، رشه من الكمون، رشه بسيطه من الزنجبيل. انت يعني عايزه تستكفي كده ببهارات البرجر براحتك. انا واخده معلقه واحده منها. وهستخدم بيضه واحده على الكميه دي. ومعايا معلقه كاتشب، دي اللي هنستخدمها بس انا ما عنديش، يعني عندي الكياس دي اهي. هضرب بقى، احط بقى كل ده في الكبه، هدمجه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل برجر كده بيتي، زي بتاع الشركات وزي بتاع المصانع، بس ده هيبقى انضف. انت غاسله الحاجه بايديكي وعاملاها بايدك، مطمنه من نظافتها وعارفه ايه اللي بيتاكل في البيت احسن من الحاجات اللي بتتاكل بره. هضربها بقى وافرمها في الكبه وارجع لكم. بصوا بقى، مسكته في الكبه كله بقى، فرمته فرم كده ناعم. بصوا معايا عامل ازاي اهو، لحد ما تحسي كده ان هو بدا يطلع منه شعيرات كده بسيطه اهي. بصوا الانسجه بتاعته. هسيبه بقى يرتاح 10 دقايق كده في التلاجة على ما اجهز الاكياس ونعمله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. برطمان، غطا برطمان كده، اي غطا برطمان عندك كده بتاع المخللات، وكياس كده، كيس تلاجة عادية اهي. فتحتها وهحط الكيس كده اهو، وهاخد بقى بايدي بل ايدي كده ميه لو هي بتلزق، واخد كوره كده اهو معايا كده اهي، واحطها في البطرمان اهي. سويها بقى. بصوا سويها بقى كده اهي. نعمل واحده كمان. ما عندكيش المكبس زي كده عادي، غطا برطمان يقضي معاكي. وهنعملها احنا في فتره مدارس، الولاد بتوع بالليل، العيال نازلين درس، الولاد رايحين جامعة بالليل، نعمل لهم واحدة، نعمل لهم 2 على قد استخدامهم. وعملناها بطريقة سهلة اهو. هنخلص بقى الكمية وارجع لكم. خلصت بقى الكمية. بصوا ما شاء الله طلع لي الكمية دي كلها. حابة بقى تخططيها كده زي شكل البرجر بره براحتك اهي. بصوا عايزة ترقيها عن كده براحتك، بس انا عايزاها ماسكة نفسها كده، لان انتوا عارفين ان هو بيكش شوية اهي. عملنا الكمية ديت من 300 جرام من اللحمة، او ممكن تعملها بربع كيلو عادي. عاملها في البيت وانت اللي عاملاها وضمناها. صحيح انت مدخله فيها فول صويا، ما تخافيش منه. اعملي سيرش عليه هتلاقي ان هو مفيد، ما فيهوش اي اضرار ولا حاجه. واحنا ما بنستخدموش كل يوم، انت بتستخدميه كل فين وفين على تعملي الوجبه ديت. ولو اشتريتيه من بره انت عارفه هو بيبقى فيه ايه، وكلنا بنبقى قلقانين منه قد ايه عشان الولاد. هجمده بقى وما اجي استخدمه هوريهولك. حطي كده في علبه وهتدخليه الفريزر. هاخد منه بقى كده كام واحده كده، اجربها معاكم ونشوفها مع بعض.
طاسه بقى او جريل عندك، وهحط فيها معلقه كده من الزبده ومعلقه من الزيت، معلقه صغيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمر كده معاكي كم واحده نشوفها مع بعض. بسم الله. شمع كده معايا من تحت، هنقلبه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بالراحه كده اهو بيتقلب اهو الحمد لله. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. مش عايزه بقى اقول لكم على الريحه، هكمله بقى وارجع لكم.